السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة تعليم سياقة آلة الرافعة الشوكية مع الكاري السياسيين. في هذا الدرس غنتعرفوا على أخطاء كتوقع عند تحميل أو تفريغ الأحمال في الشاحنة من الخلف، اللي تيكون سببها عدم تثبيت الوصل بين الأرض والشاحنة أو سرعة السائق عند الدخول في الشاحنة. نشوفوا هذه الأخطاء مع التصحيح. كيف شفنا، المشكل اللي سبب في انقلاب هاد الرافعات الشوكيه وهو في الغالب هذاك الوصل او الورقه الحديديه ما مثبتاش بشكل صحيح بين الارض والشاحنه. اذا خاصك قبل ما تدخل بالكلاك للكاميو تاكد ان الطوله ثابته، عادي يمكن لك تدخل، لان هاد السقوط ماشي سهل، راه اصابات خطيره كتكون، والاهم خاصك تدخل بشويه وراد البال. الاخطاء ديال بعض السائقين كيجي بسرعه وكيدخل للشاحنه بلا مبالاه كانه غادي فوق الارض. هذاك الوصل ماشي ارض، هو طوله بامكانها تتحرك بسرعه وزائد الثقل ديال الكلاك. لهذا قبل ما تركب في الرافعه ديالك وتبدا التفريغ او التحميل تاكد من ان الوصل مثبت، كذلك تاكد من ان سائق الشاحنه عامل فرامل اليد وموقف الشاحنه لضمان سلامتك. واخيرا ما تخدمش الكاميو بعيد على الارض على هذا الشكل، خاص يكون الكاميو لاصق على الارض، عادي يمكن ليك تبدا العمل ديالك. وهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكون وصلت المعلومه وتكون استفدتي. ما تنساش دعم الفيديو باللايك وتشترك في القناه ليصلك كل جديد، واللي عنده اي سؤال يخليه لي في التعليق او يتواصل معايا عبر صفحه الفيسبوك. نتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.